على بالي كامل كي تدخلوا للكوزينه راكم تحيروا واش ديروا العشاء، ولازم نسلككم مره على مره وندير لكم فكره عشاء. هاد لي باركات تاع البولي غراتيني سهلين ماهلين وهداو شي والم مفرمجين، وعلى بالي كامل راح يحبوهم. وبنتهم كالعاده لهبات عندنا الحاجه الاولى اللي نديروها نخدموا لي باركات تاعنا، ورايحين نخدموهم بابي كويسون. تحكموا مرسو تاع بابي كويسون تطووه بهذه الطريقه، بعدها تقسموهم في النص من كلا الجهتين، معناتها من الجهه الفوقانيه ومن الجهه التحتانيه، وتقوموا بهذه العمليه تاع الربط. راهي حاجه سهله معناتها كيما قلت لكم، ديروا من الفوق ومن التحت باش تحصلوا على هاد الباركات. المهم نروحوا البولي تاعنا، حكمت شرائح تاع صدر الدجاج، درت لهم في الكحل، الملح، درت لهم شويه تاع لاموطارد، شويه تاع الزيت، توم بودره، وشويه تاع توابل الشواء ولا توابل الدجاج كما حبيتو. نخلطهم مليح ويكونوا واجدين، نخليهم يتماريناو شويه ما بين نخدم لاصوص. درت 2 مغارف كبار تاع المارغرين ولا الزبده، ندوبهم ونزيد عليهم 2 مغارف كبار تاع الفارينه، وقعدوا تضيفوا في الحليب على دفعات هكذا حتى تحصلوا على القوام اللي حابينه نتوما. انا لازم يكون قوام شويه خفيف. وزدت على ذاك الخليط نص كاس تاع كريمه الطبخ. نروح نجيب الفرماج تاعي وكالعاده نستخدم الجبن المذوب تاع تارتينو اوريجينال، هاد الباطه اللي فيها 600 غرام، ديت منها كميه تكون مليحه تاع الفرماج اللي حطينا بنه بزاف هايله للبيشاميل تاعنا. شويه ملح، شويه فلفل الكحل مع توم بودره، ونخلطوا كلش حتى نحصلوا على هذاك القوام. كيما شفتوا نحطها بجهه ونروح نجيب البولي تاعي بعد ما تمارينا شويه، نطيبوا في مقله. بعد ما يطيب نحيه، ندير في نفس المقله مغرف كبيره تاع الزبده، نزيد عليها الشامبينيون، ملح، فلفل الكحل، سنه تاع الثوم مسكرفجه، ونخليه يتقلى حتى ونيدبل الملح. نروح نجيب لي باركات نحطهم في سليوه، ندير فيهم شويه تاع لي فريت، شويه تاع الشامبينيون اللي كنا حمرناه، شويه تاع فرماج غابي، نزيد المرصوات تاع الدجاج اللي كنا طيبناهم، هذيك لاصوص اللي كنا درناها نديرها هي الاخرانيه من الفوق مع شويه تاع فرماج غابي، ندخلوهم يتكراتينو حتى وين يتحمروا. تقدموهم مع اون سالاد ولي فريت وبصحتكم.